أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا، وموضوعنا الحقيقة موضوع حساس شوية، وهو موضوع الكهرباء وترشيد الكهرباء. هو موضوع اتناقشنا فيه كتير، لكن دايما في كل مرة نقدر نقول بنطرح أفكار، بنطرح حلول، بنتعرف على الجديد في هذا الموضوع من خلال متخصصين. طبعا موضوع توفير أو ترشيد الكهرباء ليه فوائد كتير جدا، أهمها الفاتورة. هو توفير للمبالغ اللي احنا بندفعها في هذه الفواتير. ايضا له تأثير ايجابي على البيئة، بيقلل من الانبعاثات الكربونية اللي بتؤثر على طبقة الاوزون، وبتؤثر ايضا على التغيرات المناخية. أيضا ترشيد وتوفير الكهرباء هيؤدي إلى يعني نقول دعم للصناعة والمعدات المرشدة للطاقة، وبصفة خاصة الإنتاج المحلي، وهتدعم الإنتاج المحلي. محاور كتيرة جدا هنتكلم فيها وهنعرفها من خلال ضيفنا على الهواء اللي بنرحب بيه، دكتور فاروق الحكيم، رئيس جمعية المهندسين الكهربائيين المصرية، وعضو مجلس إدارة المجلس العربي للطاقة المستدامة. أهلا بيك في القاهرة هذا المساء يا دكتور فاروق. أهلا بيك أستاذ عبير، أهلا. وشكرا لحضرتك وشكرا لقناة القاهرة. القاهرة وبرنامج هذا المساء. أهلا يا فندم. دكتور فاروق، طبعا يعني احنا بنتكلم بقالنا سنين طويلة في موضوع ترشيد الكهرباء، لكن يمكن مع التغيرات المناخية الكبيرة والارتفاع الشديد الغير معتاد في درجات الحرارة، أكيد ده بيتبعه استهلاك كبير للكهرباء. تمام. آم، عايزة حضرتك كده كخبير ومتخصص، وكتير من المشاهدين قاعدين بينتظروا إجابة هذا السؤال: كيف يخفض المواطن استهلاكه من الكهرباء؟ هو يمكن زي ما حضرتك قلت في المقدمة، الحقيقة طبعا موضوع ترشيد استخدام الطاقة الكهربية أو مم. استهلاك الطاقة الكهربية موضوع في غاية الأهمية. أيوه. في غاية الأهمية لكل الأطراف، أيوه. يعني للمستهلك اللي هو المواطن، وأيضا للدولة الحكومة بصفة عامة. مم. لما رشد كهرباء له معاني كتيرة وله مردود إيجابي كتير جدا. مم. أول حاجة زي ما حضرتك قلت الفواتير، أيوه. خصوصا دلوقتي يعني الفواتير آه. يعني مزعجة. زادت مزعجة لكتير جدا من المواطنين والناس الحقيقة. بتشتكي من زيادة شرائح الكهرباء من أول الكيلو حتى الأكثر من 1000 كيلو. خصوصا هي مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، ارتفاعات غير متوقعة وغير معتادة الحقيقة على أجواءنا المصرية يا دكتور فاروق، بس السنة دي دي ظاهرة عالمية مش على بالظبط. مصر فقط. السنة دي يمكن صيف مصر ما شاهدناهوش قبل كده، مم. وده كل ده بسبب تغير المناخ وبسبب الانبعاثات الحرارية فعلا. وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون مم. والأوزون. فكل ده مؤثر تأثير كبير على ارتفاع درجة الحرارة. اه هي الحمد لله يمكن احنا بقى لنا يومين دلوقتي حاسين ان في يعني انخفاض شوية لحد في ما درجة الحرارة، نزلت ل مم. 34 35 33. 33 و32 يعني الدنيا نتمنى يا رب ان شاء الله معقولة. تنزل للعشرينات. نتمنى. هتقلل طبعا استهلاك الكهرباء، مم. هتقلل استخدام أجهزة التكييف. فطبعا يعني خلينا نقول ان الطاقة الكهربائية في نسب للاستهلاك. اه للأسف ان اعلى نسبة لاستهلاك الكهرباء الاستهلاك المنزلي، اه بتتعدى ال 42%، 44%، 45% من الطاقة المنتجة أو الطاقة المولدة. اكتر من المصانع والمنشآت أكتر من المصانع وأكتر من القطاع التجاري والزراعي ياه. وكل الاستهلاك الاستهلاك. وده المنزلي هو عكس دول أعلى العالم. استهلاك للكهرباء. بالظبط، وده عكس دول العالم. عكس دول العالم، يعني يعني بره بره الاستهلاك الاستهلاك المنزلي المنزلي أقل. زي ما حضرتك قلتي، الاستهلاك الصناعي بره نسبته كبيرة، مم. 30 35 يقرب من ال 40. احنا الاستهلاك الصناعي لا يزيد عن 10 11 12%. طب نوفر ازاي الكهرباء بقى؟ يعني نوفر ازاي؟ نرشد استهلاك الكهرباء ازاي في المنازل حتى؟ بما ان حضرتك بتقول ان نسبة استهلاك الكهرباء المنزلي في المنازل اكتر من حتى المنشآت الصناعية. بالظبط اه. بالظبط كده. طبعا احنا عندنا سلوكيات
محتاجة تقويم مم. ومحتاجة تغيير. مم. يعني سلوكياتنا لما بس الناس هتصور ابتدت تكون هتبتدي حريصة على الحقيقة لازم أو عندها هتبتدي وعي. بالظبط، لازم تبتدي انها ترشد استهلاك الكهرباء. بلاش ننور ازاي بقى يا دكتور بلاش فاروق؟ قول لنا ننور على طول كده ايوه، الأساليب والإجراءات. يعني بلاش اه. ننور الاوض كلها، بلاش يبقى اكتر من تلفزيون شغال في نفس الوقت وما حدش بيتفرج. مم. هنا تلفزيون وبره تلفزيون في الريسبشن تلفزيون كده، أيوة. لا الحاجه. بالاضافه ليه التكييف. مم. التكييف اذا ما حدش قاعد في غرفه معينه، او يعني بقدر الامكان نقول نتجمع كلنا في غرفه اذا فيها تكييف واحد ولا حاجه، لحد لما تعدي الازمه ديت، او لحد لما الصيف ينتهي ان شاء الله. مم. في الشتاء ما حدش بيستخدم تكييف، ما بقناش نستخدم دفايات، خلاص الجو بتاعنا بقى حلو، حتى في بقى. الشتاء بقى محتمل تماما 100%. آه. بالاضافه للقطاعات الاخرى بقى، مم. يعني مش بس بيت أيوة. بنقول استهلاك منزلي، استهلاك منزلي، ولكن الترشيد في المباني الحكوميه، الترشيد في مباني الشركات، الترشيد في اناره الشوارع. أيوة. اللي نرجع تاني نقول الاستهلاك بصفة عامة، منزلي أو حكومي أو زراعي أو تجاري، نستخدم فيه اللمبات الموفرة للطاقة، اللي هي مم. لمبات الليد. يعني أيوة. بيقولوا ساعات غالية، لا بدأت اللمبات سعرها يرخص تبقى في متناول الجميع. بالظبط تمام. بالظبط. دي لمبات موفرة للطاقة أو للكهرباء بشكل موفرة عام. للطاقة، يعني مثلا بتوفر 70 80% كويس تقريبا. نسبة كبيرة يعني جدا. لو 70 40 80% لو 40 بتوفر. واط في اللمبه العاديه الفلورسنت او حاجه، لو جبت لمبه ليد هتبقى 8 واط او 9 واط. يبقى تخفيض كبير جدا، يعني كويس زي ما بقول قوي. تقريبا 80% في 40 يعني 32. مم. 32 توفير، تبقى اللمبه قدرتها 9 واط او 8 واط او 10 واط في مم. الحدود دي. طب الأجهزة يا دكتور، الأجهزة بقى الكهربائية، ودي طبعا بنقول حوت لاستهلاك هو طبعا في حاجات الكهرباء. في يعني حاجات نراعي ايه فيها؟ نراعي ايه ايوه، فيها؟ في حاجات خلينا نقول لازم نكون عمليين برضه. يعني الثلاجه مش هقدر في الثلاجه طبعا. شغاله لوحدها، مم. وبتفصل فيها سيرموستات بيفصل لما تبقى درجه البروده داخل كابينه الثلاجه او داخل الثلاجه وصلت للمعدل بتاعها خلاص. لا، النقطه بقى زي ما بنقول تاني سلوكياتنا. يعني نفتح الثلاجه ونفكر احنا هناخد ايه اه. مثلا. يقف قدام التلاجة 10 دقايق ربع ساعة يفكر يفكر هياخد، كان عايز هياخد ميه منها ولا عايز ايه. عصير ولا مش عايز اه. حاجه. اه. الاولاد نفس الحكايه، ما مش كل شويه يفتحوا الثلاجه ويقفلوا الثلاجه. اه. ما هياش يعني اه. باب الدولاب ولا باب مكتب يعني ولا حاجه. فتح وقفل باب التلاجة طبعا، كتير ما على بيطلع فترات البروده اللي موجوده. متقاربة، ده بيزود استهلاك الكهرباء. بالظبط بالظبط اه. كده، وبيطلع مم. البروده اللي جوه، بتضطر الثلاجه مم. تشتغل مده اطول. مم. تشتغل مده اطول يعني استهلاك للطاقه الكهربائيه استهلاك اكتر. مم. الغساله خلاص، الغساله ليها برامج معينه، الغساله الفول اوتوماتيك ليها برامج وليها تايمر وليها وقت معين. برضه نفس الحكايه، نحاول نستعمل البرامج اللي هي شويه توفر للطاقه. اه. الاجهزه بقى نفسها، اه. الاجهزه لما نيجي نشتري ايوه. جهاز تكييف ده او المهم او بقى. سخان او مم. ثلاجه او حاجه، موجود حاجه اسمها الليبل، اللي هي ليبل. العلامات موجوده آه. وحاطين عليها الحروف A B C D ايوه E F. فعلا، على الثلاجات بالظبط اه. بالظبط كده. وعلى البوتاجازات كمان برضو اللي هي بتشتغل بالكهرباء. مظبوط. اه. يبقى انا لما اشتري ايه او بي، ما اه. اشتريش سي ولا دي ولا ايه. ليه بقى؟ ايه الايه الاستهلاك، والبي دول بيعبروا عن الاي ايه والبي الحرفين دول؟ موفرين للطاقه الكهربائيه، اه. مستخدمين مكونات او كومبوننتس موجوده فيها بتوفر الطاقه الكهربائيه. مم. انما دي سي ودي واي لا، دي مستهلكه للكهرباء ولا توفر للطاقه الكهربائيه. ودي مم. موجوده الحقيقه طبعا، المفروض معارض الاجهزه المنزليه. مم. فاي واحد فينا لما يشتري الجهاز يبص على الكرتونه، اي علامه هو بيشتريها. طب ما هو احيانا بيبقى مكتوب على الثلاجات A وB وC. طب ليه لا، بيبقى في علامه صح على حاجه معينه. يعني نركز ايه العلامة عليها الصح صح اللي او بي موجودة عليها على بالظبط. الاي والبي بالظبط دي، كده. ده بيبقى جهاز موفر للكهرباء. بالظبط كده. اه. تمام. طب برضو الأبنية بقى يا دكتور فاروق، الابنيه يعني اللي زي ما بنقول اه. نرجع نقول تاني، احنا بننور انوار. انا ساعات ببقى ماشي قدام مدارس بالليل منوره بالكامل. اه. هو في دراسه بالليل لا. الساعه 9 بالليل 10 مم. بالليل ساعه مم. وانا بروح ساعه بتنوروا ليه؟ مم. فين؟ اين مدير المدرسه؟ اين المشرف؟ اين اي حد يكون موجود؟ بتنوروا الفصول كلها ليه والادوار كلها ليه؟
ما ينفعش. ده كل ده يعتبر ايه؟ سفه في الاستهلاك. طب برضو استخدام المواد العازلة للحرارة في بناء المساكن والمباني بشكل عام، ده بيقلل من استهلاك الكهرباء، لأن أنت اوريدي هتبقى درجة الحرارة معتدلة داخل المنزل أو داخل المبنى، فمش هتضطر إن أنت تشغل تكييف، تشغل مراوح. فدي بقى إيه؟ أساليب بناء حديثة بالظبط. يجب مراعاتها طبعا في ظل التغيرات المناخية الغير عادية والارتفاع في درجات الحرارة. يمكن مخرجينا بيستعرضوا معانا فيلم لطيف جدا أو كليبات لطيفة جدا، نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في كل حاجة، في كل مجالات حياتنا. فأعتقد أن الفيديو ده مهم جدا يا دكتور ايوه. فاروق. عايزة أتكلم برضو عن الآثار السلبية على البيئة نتيجة الاستهلاك الكبير للكهرباء. للبيئة بقى، واحنا بنقول النهاردة كلنا بنعمل لإصلاح البيئة وما أتلفه البشر في البيئة، لأن هو ده سبب ثقب الأوزون، سبب في التغيرات المناخية والتغيرات الجوية الغريبة جدا المتطرفة في كتير من مناطق في العالم. فكلمني كده برضو عن تأثير الاستهلاك الكهربائي الكبير على البيئة يا دكتور فاروق. هو لو اتكلمنا على البيئة والمناخ والتغيرات المناخية اللي بتحصل دلوقتي، طبعا. البيئة ايه السبب فيها؟ ايه مم. السبب في زيادة انبعاثات ثاني أيوه. أكسيد الكربون أيوه. والانبعاثات الحرارية؟ محطات الكهرباء. مم. محطات الكهرباء طبعا مم. سبب رئيسي يعتبر. المحطات بالذات الحرارية، مم. ليست طبعا الطاقة الشمسية، وليست مصادر الطاقة المتجددة، ولا طاقة الرياح، ولا الطاقة النووية، ولا الوقود الحيوي، إنما المحطات الحرارية هي اللي بتطلع انبعاثات حرارية. أيوه. وطبعا خطة الدولة دلوقتي وخطة قطاع الكهرباء واستراتيجية قطاع الكهرباء إنها توصل في 2035 إلى أن مصادر الطاقة المتجددة هتبقى 42% من الطاقة المولدة للكهرباء. جميل. 42%. دكتور فاروق، عندنا طبعا محطة الضبعة النووية اللي هتنقل بالفعل مصر نقلة كبيرة جدا في مجال الطاقة. عندنا توليد الكهرباء من طاقة الرياح، من الطاقة الشمسية، من طاقة أمواج البحر. عندنا مصادر كثيرة جدا لتوليد الطاقة، زي محطة جبل الزيت براس غارب، ومصادر متنوعة. والهيدروجين الأخضر طبعا يعني أفردنا له حلقات وحلقات، ومحطات بنبان 1 و2 و3، واستغلال أجواءنا الشمسية. يعني مصادر الطاقة دي كلها يا دكتور فاروق في المستقبل هتساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء لما تبقى مصادر للطاقة متنوعة بالشكل الكبير ده. هو فعلا تنوع مصادر الطاقة زي ما حضرتك قلتي، آه. مصادر الطاقة المتنوعة وتنوع مصادر الطاقة هتساهم بجزء كبير وبمردود كبير على استهلاك استهلاك الكهرباء. الكهرباء، وعلى أيضا إيه نظافة البيئة. حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا، المباني والمواد العازلة، أيوة. مواد البناء الحديثة. يعني معظم كلامنا دلوقتي بنتكلم على الطاقة الخضراء، أيوة. بنتكلم على المباني الخضراء، أيوة. بنتكلم على الاقتصاد الأخضر. فكل الكلام ده كله لما نعمل مبانينا معظمها في خاصة في المدن الجديدة مباني خضراء، دي طبعا بيبقى احنا بنحافظ على نظافة البيئة، وبنحافظ على تقليل نسبة التلوث اللي هو بيسببه المباني غير صحية. خصوصا طبعا احنا يعني الحقيقة العمران كان في فترة من الفترات المباني ازدحام قوي. أيوة. دلوقتي الحمد لله قانون البناء عمل المباني 3 أدوار 4 أدوار في المناطق الجديدة بالظبط، والمدن أرضي الجديدة. و3 أو أرضي تخطيط و4، جديد مش معماري 15 وسكني. و17 دور، فيه مساحات صغيرة، في شوارع ضيقة، في ممرات ضيقة. ما ينفعش الكلام ده كله. تمام. كل ده له تأثير على الاحتباس الحراري وله تأثير على تلوث البيئة. طيب، الدولة بتخطط لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية، ده أهميته إيه يا دكتور فاروق؟
تحويل مم. الخطوط الهوائية أو خطوط الجهد العالي اللي هي بجهود كابلات مختلفة. أيوه، الفولت العالي اللي الفولت العالي بنشوفها. 66 كيلو فولت، اه 132 220 500، مم. كل ده هيتحول. بس طبعا ده موضوع موضوع كبير جدا، أهميته إيه؟ يعني ومحتاج. حتى لو هو خد وقت وخد مراحل وخد خطة زمنية طويلة الأجل أو متوسطة الأجل، أهمية تحويل إيه كابلات الفولت العالي أو الكابلات الهوائية اللي خطوط بنشوفها على الجهد، الأعمدة إنها الخطوط تكون كابلات أرضية؟ أرضي. تأثيرها هيكون إيه؟ خطوط الجهد العالي لها تأثيرات كهرومغناطيسية، آه وبالتالي جزء على متغير الإنسان. على الإنسان. اللي هي عشان الكابلات الهوائية دي بالظبط، عشان خطيرة. كده مم. في علم الكهرباء أو في الهندسة آه الكهربية المسافات الآمنة من خطوط الجهد العالي. آه ال 66 كيلو فولت 10 متر، ال 132 أكتر شوية، ال 500 أكتر شوية. ما آه حدش يقرب منها، لو يقرب منها يبتدي يصاب يتعرض أيوه. للموجات الكهرومغناطيسية اللي تسبب طبعا مم. أضرار وتسبب أمراض على الإنسان أو على صحة الإنسان. طب لما هي مثلا بتكون كابلات أرضية، ده بعيدة خالص. بيقلل طبعا أو بيقضي على تأثيرها السلبي على صحة الإنسان بشكل بالظبط، كبير. بالظبط. والدولة في صدد ده الحقيقة. بتعمل آه طبعا، الدولة بتعمل وبتحاول تغير الخطوط، بس آه يعني زي ما بنقول الموضوع هياخد وقت شوية. هياخد وقت شوية. طيب العدادات الذكية بقى، ايوه. آه الناس بتشتكي منها. تقول لك بتزود استهلاك الكهرباء. فانت شايف ايه؟ برضو نحب نسمع رأي حضرتك كخبير، او توضح لنا الجزئية دي اللي هو خلاص عداد الكارت. هو زي ما بيقولوا وده يعني. طبعا اصبح تقريبا بالظبط، دلوقتي امر كل واقع، اصبح البلد امر واقع، والعالم كله موجودة، امر شغال واقع في فعلا. العدادات الذكيه امم والعدادات مسبقه الدفع البريبيد، اللي هي بدفع اشحن العداد وادفع فلوس مقدم وادفع الاشتراك مقدم. دي خلاص بقت امر واقع. انما موضوع انها يعني بتستهلك اكتر، لا، ما بتستهلكش اكتر، اه الا اذا كان هناك عدادات فيها عيوب تصنيع، ودي نسبه بسيطه جدا او نسبه نادره جدا. اه انما هي خلاص زي ما بيقولوا امر واقع، وعلى الناس انها تتقبله. وكان من وزاره الكهرباء مخططه خلال 10 سنوات، الكلام ده من سنتين امم ثلاثه، يعني بفضل الله 7 سنين، ممكن تبقى اقل من كده، على اساس كل العدادات القديمه هتتغير وتتشال، ويتم احلالها بعدادات ذكيه او عدادات مسبقه الدفع. امم وهناك فرق بين العدادات الذكيه والعدادات الكوديه. دي ازاي؟ حاجه وضح ودي لنا حاجه. برضو يا دكتور الفرق بين الاتنين، العداد العداد الكودي ده، الذكي ايه هو والعداد الكودي ايه العداد هو؟ الكودي ده يعني على اساس بنوصل كهرباء لمباني مخالفه. ده الكودي. الكودي. اللي هم ما انما عندهمش عداد كهرباء، بيعملوا لهم حاجة اسمها مقايسة. وبعدين اصلا اه كلمه كودي يعني مالكش اسم في العداد. ليك رقم. العداد ده مش مم. بتاعك، مش بتاع احمد ولا اه حسين ولا فلان. اللي هي المقايسات. اللي مؤسسات. ودي غالبا بتبقى المناطق الجديدة التي لم تكتمل خدماتها. ده الكودي. ايوه. انما العداد بقى الاعداد الذكيه التاني. ده اي مواطن واي شقه واي عماره ممكن يغيروا عدادات، وهم ماشيين اصلا بخطه شركات التوزيع الكهرباء كلها على مستوى الجمهوريه بتغير في العدادات. العداد الذكي اللي هو العداد الكارت. هي كلمه برضه ذكي لها معاني ولها تفسيرات. مم. ان فعلا العداد شركه الكهرباء ممكن تشوفه وهي في موقعها، اه وبرضه المواطن نفسه ممكن يشوفه وهو في موقعه في الشارع، من يشوف غير استهلك قد ايه. الموظف اللي بال- بيجي يكشف على عداد بالظبط، الكهرباء زي زمان. بالظبط. الشركة ممكن تحسب كمية الاستهلاك من خلال شبكات الكمبيوتر. والمستهلك والمست وال... يقدر يفتح الموبايل من خلال ابلكيشن معين، من خلال اه تطبيق معين، اه يعرف يستهلك قد ايه، فاضل قد ايه في مم. الكارت، ويروح يشحن مم. كده يعني. مم. طب طبعا في ظل ارتفاع درجات الحرارة بيبقى فيه استهلاك كبير جدا للمكيفات، تمام. وايام بيبقى لا غنى عنها. ايه الافضل في استخدام التكييف؟ افضل طريقة، لانه هو من الاجهزة الكهربائية الحقيقة اللي بتستهلك كميات كبيرة جدا من الكهرباء. هو طبعا احنا بنقول فيتحط مثلا تشغيله على رقم كام؟ بالظبط كده، نراعي ايه؟ بالظبط كده. اه يعني طبعا التكييف زي ما بنقول اصبح ضروره، طبعا. ما بقاش رفاهيه. اه عشان ما حدش ده عنده تكييف، عنده اه تكييف مش جريمه ان عنده تكييف. صح. ده زي ما بنقول دي حاجه ضروريه من ضرورات الحياه، زي اه الثلاجه والغساله. ما تقولش انا عندي ثلاجه، اي ده الامر الطبيعي يبقى عندك اي ثلاجه، فعلا. والامر الطبيعي عندك بوتاجاز وعندك غساله، والامر الطبيعي يبقى عندك تكييف.
تكييف تمام او بقى. اكتر من تكييف. اه لكن نرجع نقول بلاش نخلي التكييف درجة الحرارة اللي احنا ظابطينها بالريموت على 22 اه او على 16 او على 18. لا، دي كل دي درجات برودة. اه احنا عايزين يعني بتستهلك كهرباء اكتر. طبعا طبعا. يعني 21 و18 و22 دي درجات بتستهلك كهرباء اكتر. ليه بتستهلك كهرباء اكتر؟ عشان بتشتغل وقت اكتر، اه عشان اوصل ليه ان الاستديو ده او الصالون لدرجة الحرارة دي. بالظبط لدرجه حراره واطيه، عايز يفضل يشتغل عشان مم. يبرد بقى. مم. الباب اتفتح راحت نص البروده مثلا. ايوه. فلو نقول مثلا 24 26 27 كويس قوي، يبقى جو لطيف. بنقول لطيف، ما بنقولش جو بارد. هو لازم التكييف يخلينا بردانين؟ لا. ايوه فدي ايوه. برضو طب درجة الحرارة المثلى 24 26 بقى. 24 بالظبط 26 بالظبط مع كده. طبعا الصيانة الدائمة للتكييف برضو علشان الأتربة الفلاتر تتغسل والفلاتر. بالظبط كده. ده برضو هيقلل أو يعني هيحجم من الاستهلاك الكبير للكهرباء. طب التلاجات بقى برضو لا غنى عنها، وخصوصا في درجات الحر. ليها درجات، أنا عارفة إنها زيها زي السيرموستات فيه واحد التكييفات. واثنين وثلاثة وأربعة برضو وخمسة. يراعى إيه يا نبقى دكتور؟ يعني خلينا نقول دايما بنقول خير الأمور الوسط. مم. خلينا ما نخليناش في أعلى درجة خمسة، وما نخليهاش واحد، اثنين أو ثلاثة مثلا، يبقى مم. كويس أوي. مم. كم؟ اثنين أو ثلاثة، يعني السيرموستات فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة اتنين خمسة. او تلاتة بالظبط يبقى للتلاجات، بالظبط. مش اكتر من كده. أيوه أيوه. مش لا لا، خمسة بتبقى يعني بتستهلك آه. كهرباء أكتر وبتشتغل وقت أطول. تمام تمام. عموما يعني اشكرك جدا دكتور فاروق الحكيم على هذا الحوار، وسعدنا بلقائك. وطبعا يعني بنتمنى ان يبقى عندنا الوعي الكافي للاستخدام الامثل للكهرباء، علشان طبعا لنا يبقى في ايضا اهتمام بالبيئة بشكل عام، لان ليها تأثيراتها السلبية على البيئة. كده وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا من القاهرة هذا المساء. وفي النهاية بأرسل تحيات أسرة البرنامج، أسرة الإخراج خالد شلبي، محمد رضوان، مروة ربيع، وأماني عنيني، وأسرة التحرير محمد عرابي وأشرف عبد الموجود، ومدير التصوير محمد الدراولي. بشكر كل زملائي في استوديو 7 على الهواء، ولكم مني دائما وأبدا أرق تحياتي عبير محمود، ونلتقي الاثنين القادم على خير في القاهرة هذا المساء. إلى اللقاء.